ينضم إلينا مباشرة معالي وزير الشباب والرياضة، راعي الشباب والداعم الرئيس لمختلف الأنشطة والفعاليات الشبابية، الأستاذ نايف صالح البكري. أستاذ نايف، مساء الخير. مساء النور عليك وعلى المستمعين جميعا وعلى الكابتن خالد وعلى كل الحاضرين، والف الف مبروك لليمن فوز منتخبنا للناشئين والصعود الى نهائي ان شاء الله يكون نهائي جميل ومع الكاس باذن الله عز وجل. نعم أستاذ نايف، التاريخ ربما يعيد نفسه، يعني في 13 من ديسمبر من عام 2021 تواجدت أنت إلى جانب الشيخ أحمد صالح العيسي والكثير من المحبين لرياضة الوطن ولهذا المنتخب هناك في الدمام من أجل الدعم والمؤازرة في المباراة النهائية أمام المنتخب السعودي. ربما بعد ساعتين من الآن نشهد تكرار لهذا المشهد إذا ما تمكن المنتخب السعودي من الفوز على المنتخب العراقي ليلاقي منتخبنا الوطني للناشئين. كيف هي مشاعرك أنت على الصعيد الشخصي كنايف البكري وكوزير للشباب والرياضة؟ أولا مشاعرنا جميعا هي مشاعر كل اليمنيين الذين شاهدوا وكانوا خلف هذا المنتخب الجميل، المنتخب الذي يمثل كل أبناء اليمن. أولا نقول ألف مبروك للقيادة السياسية ممثلة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي والمجلس الرئاسي ودولة رئيس الوزراء، وإلى جماهير شعبنا في الداخل والخارج، وإلى كل الجماهير الرياضية. والشكر الأول هو لهذا المنتخب الذي يمثل اليمن، وللنسخة الثانية اليوم وكأنها يعود المشهد مرة أخرى في غرب آسيا. اليوم يتطلع منتخبنا هذا المنتخب الجميل المنتخب الكبير الذي قدم مستوى كبير اليوم في المباراة مع المنتخب الإماراتي بنتيجة 2-0 مع الكأس بإذن الله عز وجل، في مقابلة ربما تكون مع المنتخب السعودي أو المنتخب العراقي الشقيق. ونحن اليوم مشاعرنا مشاعر كبيرة جدا أمام هذا المنتخب الذي حمل أيضا حلم كل الجماهير اليمنية التي رأيناها في المدرجات، نساء ورجال وأطفال وكبار السن يؤازرون هذا المنتخب الكبير الذي أتى من اليمن، والذي كان الجهاز الفني والإداري عند مستوى المسؤولية اليوم بتحقيق هذا الانتصار. وكذلك رسالة الشكر لكل اللاعبين الذين قدموا مستوى كبير، وللاتحاد كرة القدم مثل بالشيخ أحمد صالح العيسي وأخوانه في رئاسة الاتحاد، وكذا كل الذين حضروا ودعموا وآزروا هذا المنتخب الكبير. وهذه مشاعر كبيرة لكل اليمنيين الذين يحتفلون بالتأهل إلى نهائي غرب آسيا، وإن شاء الله يتكرر الإنجاز مرة أخرى بإذن الله عز وجل مع الذهاب في النهائي، سواء كان في مقابلة الأخوان الأشقاء في المملكة أو المنتخب العراقي. وأنا متأكد بأن هذا المنتخب الذي كنت قبل 5 دقائق معه في التلفون مع كل البعثة، مع رئيس البعثة ومع اللاعبين وهم في غمرة الاحتفالات وعدونا بالكاس، سيقدمون أيضا هدية هذه الأيام للشعب اليمني، سيحققوا إن شاء الله إنجاز آخر لليمن. نعم معالي الوزير، قبل قليل كان معنا الشيخ أحمد صالح العيسي وتحدثنا عن الاهتمام بهذا الجيل. هناك دور كبير يجب أن تطلعون به أنتم كقيادة لوزارة الشباب والرياضة بالتشارك مع الاتحاد اليمني لكرة القدم. هذا الجيل ربما يكون مستقبل لكرة القدم اليمنية، لكنه يحتاج منكم ومن الاتحاد الكثير من العمل والكثير من المال والكثير من الدعم والكثير من الاهتمام والرعاية. نحن نقول بأن هناك اهتمام من قبل القيادة السياسية. أتكلم عن المنظومة الرياضية بالكامل ولا أتكلم عن اتحاد معين أو عن عمل معين، لكن اليوم نحن أمام مسؤولية كبيرة أمام المنظومة الرياضية والشبابية على مستوى اليمن، على مستوى الاتحادات، على مستوى المحافل الداخلية والخارجية. هناك اهتمام كبير، وأهم هذه الاهتمامات اليوم أننا سننجز أيضا أهم بنية، وهي البنية التحتية لهذه المنتخبات من ملاعب رياضية، الذي إن شاء الله في خلال 2003 نهاية 23 بداية 2024 ستشهد افتتاح أكثر من 6 إلى 7 ملاعب رياضية إضافة للملاعب الأخرى. كذلك منتخب الناشئين والمنتخبات الأخرى، نحن كنا في زي الأشقاء في قطر أو كنا في السعودية أو الدول الأخرى، هناك إن شاء الله اهتمام. وأنا أقول بأن ينبغي علينا في وزارة الشباب والرياضة وعلى القيادة السياسية أن تولي اهتمام أكبر، سواء كان من خلال الموازنات الخاصة باتحاد كرة القدم أو بالمنتخبات الوطنية، وأن نولي هذا المنتخب الكبير اهتمام، سواء كان المنتخب الأول أو الشباب أو الناشئين. ولكن هذا الجيل هو جيل المستقبل، سواء منتخب الناشئين وهؤلاء الشباب الصاعدين الذين هم أيضا المنظومة الكبيرة والأساسية للمنتخبات الأولى على مستوى اليمن. نحن
امام مسؤوليه امام هذا المنتخب الكبير الذي شرفنا، وان شاء الله نحن نوعد جماهيرنا الرياضيه باننا سنقدم كل ما لدينا برغم الامكانيات المتاحه والبسيطه، ونحن تعرفون نمر في ظروف صعبه على مستوى الوطن وعلى مستوى الحكومه، ولكن نحن مع هذه المنتخبات وسنقدم لهم كل العون وكل الدعم باذن الله عز وجل. نعم، معالي الوزير ماذا عن المكافآت؟ المكافآت سيلاقوها ان شاء الله مع الذهب، وانا بلغتهم قبل قليل وقلنا انتم عليكم الذهب ونحن علينا الدعم والمكافأة. المكافأة انا اوعدهم نريد اخبار حصريه لاستاذ الجماهير من خلال الاستديو، ان شاء الله ستكون لهم مكافأة طيبة من وزارة الشباب والرياضة وايضا من القيادة السياسية ممثلة فخامة الرئيس دكتور رشاد العليمي واخوانه في المجلس الرئاسي ومن الحكومه. جميل. وهذه ستكون ايضا مفاجاه طيبه ودعم لهؤلاء الشباب ان شاء الله في تحقيق الذهب الذي لن يرضينا الا الذهب. نعم. لنعيد البسمه لشفاه كل اليمنيين خلال هذه الفتره التي ان شاء الله ان هذا المنتخب هو من وحد اليمنيين على مستوى كل المحافظات من خلال هذه البشاعر الجياشة التي حملها كل اليمنيين في المؤازرة والدعم. وأنتم رأيتم مدرجات الملعب اليوم اصطفت بكل أبناء اليمن الذين وقفوا خلف هذا الشعار وخلف هذا المنتخب الكبير. نعم معالي الوزير، يعني استسمحك فقط، يعني قبل انطلاق هذه البطولة كان هناك اتصال من قبل فخامة الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وتحدث إلى البعثة وحثهم على تقديم كل ما لديهم، وكذلك البعثة وعدته بالعودة بالكاس، وأنت الآن يعني تعلنها هنا في استاد الجماهير أن هناك بإذن الله تعالى في حالة تتويج مكافأة لهذا الجيل وهذا المنتخب، مكافأة على مستوى عالي من قبل قيادة المجلس الرئاسي وكذلك الحكومة وكذلك أنتم في وزارة الشباب والرياضة، وبلا شك الاتحاد اليمني لكرة القدم ممثلا بالشيخ أحمد صالح العيسي الذي تعود دائما أن يدعم ويكافئ هذا الجيل من اللاعبين المتميزين. والله فخامة الرئيس يتابع كل إنجازات المنتخبات ويتابع باهتمام، وهناك توجيهات رئاسية لوزارة الشباب والرياضة بكون السقف الأعلى لكل هذه المنظومة الرياضية والشبابية على مستوى اليمن بالدعم والاهتمام. والدليل الملاعب الرياضية التي تشيد اليوم في كل أنحاء المحافظات، وهي الداعم الأول والحافز الأول لهذه المنتخبات التي ستقام عليها الأنشطة الداخلية والخارجية، وكذلك الصالات الرياضية ودعم معسكرات المنتخبات. وإن شاء الله نحن خلال لقاءنا القريب بإذن الله عز وجل مع فخامة الرئيس تكون هناك إن شاء الله توجيهات بدعم هذا المنتخب الذي يمثل كل أبناء اليمن. وأنا أقولها من خلال تلفزيون اليمن وخلال هذه الشاشة الكبيرة بأن إن شاء الله هناك اهتمام كامل من قبل الرئاسة بهذا المنتخب ومن قبل الحكومة، وكذلك أتمنى أن تكون أيضا هناك توجيهات كاملة في موضوع الموازنات ودعم أكبر لهذه المنتخبات وللرياضة اليمنية. نعم، شكرا لك معالي الوزير الأستاذ نايف صالح البكري وزير الشباب والرياضة، شكرا لوقتك، شكرا لاهتمامك، لمتابعتك ولدورك الكبير في دعم المنتخبات الوطنية والفعاليات الرياضية المختلفة.